السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير حلم الدود في الطحين في المنام. عندما يرى الشخص في منامه الدود بالطحين قد يحتمل أن تكون بشارة وعلامة على وجود نزاع ومشاكل على تركة بين الوارثين بعد موت صاحب التركة. الدود يخرج من الطحين في المنام قد يحتمل أن يكون والله أعلم علامة على خوف صاحب الرؤية من المشاكل، وإنه لا يستطيع مواجهتها بالحكمة والطريقة الصحيحة. رؤية فصل الدود عن الطحين في المنام يحتمل أن تكون إشارة سعي الرائي للفصل بين الحرام والحلال. نخل الطحين في المنام بيدل رؤية الشاب الأعزب بأنه ينخل الطحين على اقتراب زواجه، بينما الفتاة العزباء في منامها بأنها تنخل الطحين إشارة على قرب زواجها من رجل صالح. رؤية نخل الطحين في المنام بتشير إلى حصول الرائي على وظيفة وعمل بيدر عليه الكثير من الأرباح والمكاسب. المرأة الحامل التي ترى بأنها تنخل الطحين في منامها بشرى لها بالخير وبالرزق الوفير. رؤية المرأة المطلقة في منامها تنخل الطحين قد تحتمل أن تكون والله أعلم بشارة وعلامة على حصولها على ما كانت تتمنى وترغب به وتفوقها في حياتها العملية والله أعلم. حلم السوس في الطحين بيدل رؤية السوس في الطحين بالمنام على سوء نية الرائي نحو الآخرين. عندما يرى الشخص الطحين المسوس في المنام والله أعلم يحتمل أن يكون دليل على أنه يقوم بالحسد والحقد والغيرة من الآخرين. بتشير رؤية خروج السوس من الطحين في المنام إلى المعاناة الرائي من الديون وربما إفلاسه. تدل رؤية السوس في الطحين بالمنام على المعاصي والأخطاء والفواحش التي يرتكبها الشخص. عندما ترى المرأة المتزوجة بالطحين المسوس في منامها والله أعلم ربما يحتمل أن تكون إشارة وجود أشخاص يزرعون الخلافات والمشاكل في عائلتها والله أعلم. دي كانت حلقتنا النهاردة، أتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.